السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة هيكون قوي جدا، لأن النهاردة هخليك تفهم كل حاجة عن حادث التوتن. النهاردة هشرح لك حادث التوتن وكل الإضافات اللي نزلت معانا النهاردة، وكمان إن أنت تقدر تلعب بأي تشكيلة في لعبة إف موبايل، وكل اللعبة اللي تقدر تلعب بيها في لعبة إف موبايل، وكمان كل الحاجات اللي نزلت معانا في حادث التوتي هشرحها لك النهاردة في السريع. ولكن قبل ما نبدأ تنساش إن أنت تدوس لايك، وكمان تشترك في القناة، وكمان تصلي على النبي، ويلا بينا على الشرح. مبدئيا كده هتاخد تذكرة معسكر الاستكشاف. التذكرة دي مهمة جدا، تقدر تلعب بيها بأي تشكيلة في اف موبايل، وهوريك كمان شوية. وأي لاعب في لعبة اف موبايل عايز تلعب بيها هتلعب بيه. طبعا بيرحب بيك بفريق السنة اللي هو التوتي. هو الحدث ده قوي جدا ومن أقوى الأحداث في لعبة اف موبايل، بل إن هو من أقوى حدث سنوي بعد كأس العالم طبعا، وكمان حدث اليورو. فالاول هتاخد التذكره دي، وكمان هتستلم جريزمان 96 من التوتي. هتستلمه هنا. للاسف ما جابلناش الوك اوت بتاعه. مش مهم. نخلص دلوقتي بقى ندخل على الشرح، لان حرفيا نزل كميه حاجات اسطوريه. سيبنا ده لان ده للناس اللي بتشحن، احنا ملناش دعوه بيه. طب خلص ده كده كله تمام. مبدئيا كده اول حاجه لازم تعرفها ان حدث التوتي كبير جدا. حدث التوتي مكون من 44 يوم، يعني شهر ونص بالظبط هي مده حدث التوتي. ندخل عليه ونشرحه. مبدئيا كده حدث التوتي مكون من عدد اقسام كبير جدا. يعني انت دلوقتي احنا هنشوف ان حدث التوتي مكون من 5 اقسام، من 4 اقسام فقط، ولكن في اقسام كتير هتفتح خلال الايام الجايه. يعني استنى بس كده ندوس الحاجات دي. اولا كده انت عندك هنا تصريح النجم اللي فيه باتريك فييرا 108 مطور من 104. يعني هو اصلا 104 مطور كمان لل 108. الصراحه ده تصريح نجم قوي جدا، وانصحك لو انت بتشحن تشحنه. يعني حرفيا التصريح ده قوي جدا يعني. وفي باتريك فيرا سي ام 108، وباتريك فيرا نسخه قويه اصلا، فدي حاجه ممتازه جدا. اما هنا بقى ده عندك طريق الايقونات، وكمان المرشح ايه دول مفتوحين النهارده. لسه عندك المرشح بي، وكمان هنا القسم ده دول لسه ما فتحوش. دول لسه هيفتحوا بعد يوم 6 فبراير ويوم 30 يناير. فدول لسه هيفتحوا في الايام الجايه. يعني كده بقى في قسمين، وهنا هيتم التحرير في 13 فبراير اللي هو ايه الالتيميت توتس، اللي هو الالتيميت توت عذرا. ده اقوى قسم هيكون في الاقسام دي كلها، وده حرفيا تقدر تاخد منه لعيبه 106 ولاعيبه 107 كتير، ولكن هينزل يوم 13 فبراير. فكده انت عندك 3 اقسام. عندك هنا 4 اقسام. في حرفيا 4 اقسام غير الاربعه دول هيفتحوا معانا في الايام الجايه. تقريبا على يوم 20 فبراير هيكون كل الاقسام موجوده معانا في اللعبه. طب ايه هي الحاجه دي؟ مبدئيا كده انت كل يوم هتدخل، كل يوم ده تدخل تدوس على الكشف، هيفتح لك كل الماتشات. الناس قالت ان انت تاخد هالاند، والناس قالت ان انت تاخد الناس دي. لا، الموضوع ده مش حقيقي، الموضوع ده مش حقيقي. انا هعرفك دلوقتي انت تعمله ايه. لان كده انت تدخل، يعني شايف انا ما جاليش هالاند ولا جالي اي حاجه. تدخل تلعب الماتش ده، بعدها يفتح لك الماتش ده تلعبه، بعدها جالك الماتش ده هتلعبه. هتلعب كل الماتشات، هتلعب الماتشات دي بالهدايا او هتاخد الهدايا اللي تحتها. يعني انا اول ما العب ده هاخد الجواهر دي، بعدها العب ده اللي هو واخد اللعيبه دي، بعدها في الاخر اول ما تخلص الماتشات دي كلها هتاخد نسخه ماسكرانو مجانيه. وبكره نفس الطريقه، وبعده نفس الطريقه. فحرفيا ده هيتجدد معانا كل يوم. يعني كل يوم تقريبا انت ضامن لك نسخه ماسكرانو، او حتى جواهر، او حتى لعيبه كتيره جدا هتاخدها من الحدث. ولكن اللعيبه نفسها مش هتاخدها، هو بس حاطط لك شكل اللعيبه دي عشان تلعب بالفرق بتاعتها. سيبنا من بيلينجهام وخلينا احنا نشرح. لكن كده القسم الثاني للعيبه الايكون فقط. فبيقول لك الطريق للايقونات. ليه طريق للايقونات؟ لان انت تقدر تختار ايكون من 3 ايقونات او نقط. طب هعرفك ازاي ده. كده انت عندك 3 مسارات لازم تلعبهم كل يوم. يا اما المسار ده اللي هو تلعب فيه ماتش واحد يعتبر وهتاخد 300 نقطه، يا اما المسار ده اللي هو تلعب فيه سكيل جيم وماتش وهتاخد فيه 100. تاخد فيه كام نقطه؟ استنى. هتاخد فيه 200 برضو 200 نقطة. في الآخر بقى لو لعبت ده هتاخد فيه 150 نقطة. طب النقطة دي تعمل بها ايه او تاخدها ازاي؟ مبدئيا كده انت تلعبها الأول. بعد طبعا المسار الأول هو أصعب مسار. يعني المسار الأول ده أصعب مسار ان تقدر تاخد فيه زي ما قلنا 300 نقطة، وده أكتر واحد، وده حرفيا هيتعبك جدا.
انا انصحك ان انت ما تلعبش ولا الصعب ولا السهل، تلعب المجنون، لان انت هتخسر ماتش، هتخسر ماتشين، في الاخر هتاخد 300 نقطة، وده اكتر نقط كتيرة جدا، وهعرفك ايه تعمل بيها ايه. فانت تاخد المسار الاول وتفكك بقى من الصعب والسهل. وكم يعني اتوقع ان هي مش هتكون صعبة اوي. كمان هنا عندك اعلان، يعني عندك 320 نقطة تقريبا كلهم تقدر تاخدهم. طب بتعمل بهم ايه؟ لان كده انت عندك كل اسبوع هتنزل المكافآت دي كلها. طب انت مهمتك ايه؟ مهمتك ان انت تيجي تدوس هنا كده وتلعب ب100. اللعبة تديك حاجة عشوائية لغاية ما تاخد كل الحاجات دي، وأول ما تاخد كل الحاجات دي هيتم تختيم الأسبوع. طب ليه لازم أنا أختمه؟ يعني أنا مش عايز المكافآت دي، لا لازم أن تاخدها، لأن لو خلصت الأسبوع الأول والتاني والتالت والرابع هيتفتح لك الأربع مكافآت دول. لما تاخد كاكا 104 كام، يا إما تاخد اللعيبة اللعبة دي كلها عموما، او تاخد واحد فيهم بس، يا اما تاخد 150 نقطة من نقاط التبديل. وده اللي انصحك بيها، لان الصراحة 104 دلوقتي بقى اوفر عادي يعني، وبقى مش احسن حاجة. يعني في سبانيتزولا وفي كاكا وفي باريس وفي شيلا. فما انصحكش الصراحه ان انت تاخد ما انصحكش ان انت تاخد لاعب 104، لا انصحك ان انت تاخد ال 150 نقطه، لان انت تقدر تبدلها اصلا بلاعب 104. فانت تخيل يعني لو زودت عليها 50 نقطه ولا 150 نقطه كمان، تاخد لاعب 105 و106. فلاعب 104 بقى عادي جدا وبقى ملهوش لازمه اصلا. القسم ده برضو اسطوري، ليه؟ ان انت هتخش تلعب الماتشات دي كلها، وفي الاخر هتاخد هنا كام؟ في الاخر تاخد 100 نقطه. طب ال 100 نقطه تعمل بقى ايه؟ كمان عندك هنا اعلان كل يوم يعني ب 10 نقط. هنا انت هتدوس على صوره، تدوس على صوره تانية، مثلا اي صوره عشوائيه، تدوس على اي صورتين، لو جالك نفس اللاعب هيتحسب لك المكافاه. يعني انت مثلا انا دوست هنا طلع لي نيكو ويليامز، ودوست هنا طلع لي هالاند، لا خلاص كده انت فشلت. طب لو دوست هنا وطلع لي محمد صلاح، ودوست هنا وطلع لي محمد صلاح، انا كسبت المكافاه، والمكافاه هتتحسب لي هنا. يعني هنا بيقول لك اول ما تخلص مكافآت كذا وكذا وكذا، لغايه بقى ما تخلص السبع مكافآت وتاخد لاعب من 98 ل 102. وكمان هنا لغايه خالص بقى في الاخر هتاخد لاعب من 98 ل 105، كل ده من حدث التوتي. فالصراحه المكافآت دي برضو اسطوره. كمان إن انت هنا عندك نسخ ماسكرانو، فيعني حاجه كده خفيفه كل يوم. فالصراحه القسم ده برضه مميز جدا. لغايه دلوقتي احنا ما شفناش الاقسام التقيله اللي حرفيا انت محتاج لها لعب كتير. ده مش محتاج لعب كتير، ولكن محتاج تفتح باكجات كتير جدا، لان الصراحه المقايضات في التوت بقت سيئه جدا. هقول لك ليه دلوقتي. مبدئيا كده انت عندك كل اللعيبه اللي هتنزل في الاقسام دي هتقدر تاخدها 100%. يعني عارف الالتيميت توت، الالتيميت توت اللي قلت لك بينزل فيه اقوى اللعيبه، وهينزل فيه كريستيانو 107 وميسي و107، واللعيبه دي كلها هتقدر تاخدها مجاني. انت بتقدر تاخدها ازاي؟ ان انت يعتبر هتروح تفتح باكجات، اللعبه اللي هتلاقي لك في الباكجات تيجي تقايض هنا. طب ليه قلت لك بقت وحشه؟ لان احنا المره اللي فاتت مثلا اللاعب ال 105 كان بيديك 200 نقطه، شوف اللاعب ال 105 دلوقتي بيديك كام؟ بيديك 120 نقطه. فشايف هم قللوا النقط، لان طبعا مده الحدث كبيره جدا، مده الحدث شهر ونص، فمش عايزين كل الناس تاخد كل اللعيبه يعني. فانت هنا عندك كل اللعيبه دي تقدر تاخدها. وغير ان انا غير ان انا اصلا قلت لك ان انت تاخد لاعب 105 150 نقطة عذرا، من اللي هو في الطريق إلى الأيقونات. 150 نقطة اللي هو يعتبر أصلا بلاعب 100 ولاعب 106. عشان كده قلت لك ما تاخدش اللاعب ال 104، لا خد اللاعب خد ال 150 نقطة، وتقدر تبدلها بأي لاعب هنا. وطبعا كل أسبوع هينزل 6 أيقونات جدد. فالصراحة يعني لو جمعت النقط دلوقتي ما تفتحهاش، استنى لغاية آخر أسبوع، بعدها خد اللعيبة اللي أنت عايزها. وده خلاص كده يكون شرح مفصل لحدث التوتي. ولكن التوتي بس اللي نزل معانا النهارده، او الاضافات بس بتاعت التوتي؟ لا، في اضافات كتيره جدا برضو نزلت معانا. منها اللي هي المعسكر الاستكشاف اللي احنا خدنا منها تذكره في اول الفيديو. طب نعمل ايه بمعسكر الاستكشاف ده؟ مبدئيا كده انت عايز تلعب بكريستيانو صح؟ عايز تلعب بكريستيانو؟ لا، وعايز تلعب بالظاهره صح؟ عايز تلعب بالظاهره، تيجي هنا الظاهره نزل في البالندور، تختار البالندور وتدوس متابعه وتلعب بتشكيله البالندور. يعني مثلا انت عايز تلعب بتشكيله التوت اللي لسه نازله، هتلعب باي تشكيله باي لاعب في لعبه اف سي موبايل، اعرف بس الحدث بتاعه، ويجي دوس هنا على الحدث بتاعه ودوس على الصعقه، تقدر تلعب باي لاعب. يعني مثلا لو هتلعب، شايف تشكيله التوتي؟ شايف تشكيله التوتي؟ تشكيله التوتي حرفيا
جايب لك كل لعيبه مطوره للاحمر، لامين يامال وهالاند، وكل اللعيبه دي تقدر تلعب بيها دلوقتي، وكمان تقدر تلعب بيها اونلاين. هتلعب بيها 4 ماتشات، هيفتح لك 4 ماتشات، لو كسبت الاربعه هيديك نسخه ماسكرانو وهيديك كوينز كتيره. فالصراحه القسم ده اسطوري يعني. تعال ندوس متابعه مع بعض ونشوفها كمان مع بعض. يعني انا مثلا هلعب بتشكيله التوتي، شايف؟ لو كسبت الماتشات دي نسختين كمان ماسكرانو، 4 جولات لو كسبتهم اخد نسختين ماسكرانو، فدي حاجه اسطوريه جدا الصراحه. والقسم ده ممتاز لان تقدر تلعب باي لاعب في اف موبايل، ومش هتلعب بيه اوف لاين ولا مش هتستفاد، لا انت هتلعب بيه وكمان هتاخد نسخ ماسكرانو اسطوريه جدا. فالصراحه القسم ده اسطوري وعجبني جدا. يعني لو انت فاضي كده روح العبه، الصراحه القسم ده هيكون ممتاز جدا يعني. وطبعا نزل معانا مهام لحادث التوتي، ما تنساش برضو ان انت تخلصها لان فيها ماسكارون وتقدر تاخد بيها باكجات والكلام ده كله. وكمان نزل هنا الباكجات اسطوريه جدا من حدث التوتي. وبقى باكج سيبنا من ده كله، احنا عايزين باكج من 101 ل 107. الباكج ده حرفيا اسطوري جدا. تعال نفتحه مع بعض ونشوف مع بعض البوك اوت بتاع حدث التوتي. لغايه دلوقتي تخيل انا لسه ما شفتوش. فبسم الله الرحمن الرحيم، اول باكج لينا في لعبه اف سمايل. وكمان بعد كده هنروح نشوف الوقت الاضافي هل نزل فيه حاجه. فبسم الله الرحمن الرحيم هنفتح مع بعض اول باكج في التوتي. انا بفتحه بس عشان اشوف الوك اوت. بسم الله الرحمن الرحيم. مين الوك؟ اوف، لا 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 يا جماعه، لا الوك اوت جامد قوي. لا سيبك منه، ده تقريبا 101 102 حلو قوي. بس هو ده من حدث اللي هو ايه بتاع راس راس السنه القمريه. مالناش دعوه بيه برضه، بس هو نزل كده. اللعبه بتاعته نزلت في حدث توتي، فبرضه الوكاو بتاعه اسطوري جدا. الوكاو بتاعه الصراحه جامد قوي، من تقريبا ده اجمد ووك اوت في اف سي موبايل. فنشوف لو نزل معانا حاجه في الوقت الاضافي. طبعا الوقت الاضافي اهو اتجدد. بس ايه النقطه دي؟ ايه النقطه دي؟ هعرفها لك دلوقتي ما تخافش، هعرفها لك دلوقتي ما تخافش. ده مجاني. ده كده ده مجاني. بص، عملية غير كافية. طب أنا هجيب النقطة دي منين؟ هعرفها لك دلوقتي ما تخافش. الشروط الإضافية نروح البتاع من صفقات الاختيارات اليومية. هنروح نعملها دلوقتي ونجيبها تمام. يعني ده كده من 98 107 أو نسخة ماسكرانو أو 1000 جوهرة هنقدر نجيبها دلوقتي. ده كده كده مجاني كل يوم تمام. ده باكج من 80 ل 103 ب 200 جوهرة. ده باكج نصاب، باكج نصاب. ده ب 4000 نقطة من 90 ل 107. باكج كبير بقى من 102 ل 107 بس ب 40000 نقطة. غلوا أوي ليه؟ ليه غلي؟ يعني كان من 8 من 102 ل 105 ب 30000، دلوقتي عشان بقى 107 تدينا 40 بقى ب 40000. المهم دي النقط، ما يعني حرفيا هم ما رفعوش نقطة ولا أي حاجة. ما اعرفش الصراحه ايه ده، حاجه غريبه جدا في اللعبه. ولكن الوقت الاضافي اتجدد يعني، واتجدد التجديدات بسيطه يعتبر. هم علوا الاوفر بس وبس. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك تكون دوست اللايك والاشتراك. وجود باي.